مهمة برضو يا حازم، فكرة التحمل المسؤولية. انت محتاج تتابع 7 مرات، والمتابعة هنا محتاجة تبقى سمارت سوفت. طب عمرو، من وجهة نظرك يعني ازاي صعبة جدا ان انت تنحي شخصيتك، محتاجة تدريب بشكل مستمر. هاتشت او ماشية او متطابقة مع رؤية الشركة يعمل مشروع سيستم؟ ده في عالم السيلز اسمه ليد. فده بسبب ان احنا مش عارفين البرودكت بشكل عميق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين. أنا حازم محمد، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات اي تي سيس ادمن ايجيبت العربي بودكاست. النهاردة معانا ضيف مهم جدا وشخص مؤثر وصانع محتوى، واللي هيكلمنا النهاردة عن المهارات المطلوبة عشان تكون رجل مبيعات ناجح في مجال تكنولوجيا المعلومات. رحبوا معايا بضيف حلقتنا النهارده الأستاذ عمرو جمال. اهلا بيك يا عمرو، شرفت البرنامج، ويا ريت تعرف نفسك للساده المستمعين. اهلا بك يا حازم، يا رب تبقى تمام والمستمعين تمام. انا اسمي عمرو جمال، وشكرا ان انت اديتني فرصه ان انا اطلع معاك في سيس ادمن بالعربي. انا شغال مدير مبيعات في شركه جلوبال براندز، سيستم انتجريتور المعروف في مصر، وموجود برضو طبعا ليه فوت برنت كبير في السعوديه اتلي. عمرو، انا عارف ان انت صانع محتوى وعندك تشانل على اليوتيوب، يعني من الناس اللي بقت مؤثره في مجال تكنولوجيا المعلومات وصناعه المحتوى الخاص بالتكنولوجيا. وانا معرفتي بيك شخصيه، وعارف ان انت حد اكسبرت وذو خبره وباع كبير في مجال المبيعات الخاص بتكنولوجيا المعلومات. خلينا نتكلم عن ايه هي المهارات المطلوبة عشان تكون رجل مبيعات ناجح في مجال تكنولوجيا المعلومات، و... وايه اللي بيخلي الموضوع ده مهم يا عمرو، وايه المهارات التقنية والشخصية اللي مطلوبة عشان لو في حد من الشباب حابب يدخل في مجال المبيعات الخاص بتكنولوجيا المعلومات. نبدا نتكلم في التكنولوجي من وجهه نظر الانتربرايزز. في فرق، في ناس كتير مش عارفه ان التكنولوجي في جزء خاص بالكونسيومر، جزء خاص بالبيزنس. وهنا بدات اشوف في جاب، احنا كناس في الفيلد ده محتاجين نشتغل عليها او نتكلم باللغه بتاعتها. ودي فكره المحتوى. بالنسبه لسؤالك، المهارات علشان احنا نبقى بنشتغل في المبيعات في المجال بتاعنا دوت بشكل يعني مؤثر. بما ان احنا بنتكلم في التكنولوجي، فاحنا محتاجين نعرف عن المنتجات اللي احنا بنبيعها. اوقات بتبقى انت عايز توصل معلومه للي قدامك، وبسبب ان احنا مش عارفين البرودكت بشكل عميق، فبتلاقي في صعوبه ان انت تديليفر الانفورميشن للناس اللي قدامك، وتبدا تفهم هم محتاجين من الانفورميشن دي ايه. فكل ما تعرف اكتر بشكل اعمق، فبتقدر توصف وتشرح المنتج اللي انت بتعرضه بشكل افضل. كمان مش هتتوقف ان انت تعرف المنتج فقط، انت محتاج يبقى في تحديث مستمر. مثلا انا كنت ممكن اقعد مع احد العملاء في شغلي، فلاقيه بيكلمني فيتشر جديده او تكنولوجي جديده او تكنيك جديد، فلاقي نفسي مش عارف. فده كان بيحطني في موقف محرجه. فمن هنا لا، لازم انا مطلع على الجديد، لان احنا في تطوير كل يوم تقريبا بيحصل بشكل عنيف. فلو احنا هنفضل بنتكلم عن المعلومات اللي هي من كوارتر فات او من شهر فات او سنه فاتت، هتلاقي في حاجات ميسنج، واللي قدامك لو بقى ابديت اكتر منك، فهاو كام ان انت هتساعده وهو مستبقك في تخصصك. فبتبقى في جاب وفي احراج بالنسبه لك كمدير مبيعات. فدي النقطه الثانيه، ان انت لازم تبقى محدث معلوماتك بشكل مستمر. تمام. من ضمن الحاجات المهمه يكون في تواصل فعال. يعني بمعنى ايه؟ ان انت بتكلم العميل بتاعك وتحاول تديله فاليو. فانت مش بتواصل عشان تضيع وقت بيه، لا، انت بتفولو اب وتديله فاليو، بحيث دايما تبقى انت معاه خطوه بخطوه في رؤيته وبتساعده فيها. انا معاك ومتفاهم موضوع ان انت لازم تبقى اب تو ديت، ولازم تبقى على طول بتحدث نفسك اول باول، بحيث ان انت تواكب احتياجات العملاء بتوعك طبعا. بس خلينا نتكلم اكتر. لو انا لسه شاب حديث التخرج وحابب اشتغل في مجال المبيعات، انا عارف ان مجال المبيعات بشكل عام ممكن يكون، والله اعلم، برضو دي وجهة نظري،
يعني ممكن يكون اي شخص خريج اي جامعه لو عنده شويه مهارات شخصيه يقدر يشتغل في مجال المبيعات بشكل عام. ولكن احنا موضوع حلقتنا النهارده لانه حاجه خاصه شويه، وهو المبيعات في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقنيه المعلومات. هل الشخص ده اكيد لازم يبقى عنده باك جراوند معينه، ولا يقدر بشويه بيزكس يخش مجال مبيعات بتاع تكنولوجيا المعلومات؟ اوكي، هقول لك كلام ممكن بعض الناس تتفق او تختلف فيه. ان انت زي ما قلت وكلامك 100% صح. احنا في سلوجن كده بنستخدمه في مجال المبيعات، ان دي شغلانه اللي ملوش شغلانه. مجرد ان انت عايز تشتغل وتكسب فلوس ممكن تشتغل بيع. ليه؟ لان هو في الاخر خالص في تكنيك معين في البيع وستبس معينه. انت لما بتعملها هتبيع لو انت ماهر. ودي باي ذا واي انا بشوفها زيها زي اي حاجه في الدنيا. عاده مثلا هتلاقي في اغلب المجالات ممكن يبقى في جزء اللي هو الموهبه. الجزء ده بيعزز فرص الانسان في اي مجال. ولكن لو انت مشيت على الكتاب هتوصل. فعاده اللي بيطلع الاول على الجمهوريه مش اذكى واحد مثلا. نفس الكلام البياع اللي بيبيع كتير ده مش اذكى واحد، بس هو اكتر حد بيجتهد في اتجاه البيع. اوكي. لكن محتاج استعداد نفسي معين. ليه؟ اوكي. لان هي شغلانه يعني مش شغلانات القاسيه. اوقات كتير قوي هتبقى بتتكلم في مشروع بتمشي مع الناس فيه لمده 6 شهور و7 شهور مش بتكلم في مجالنا. فالبيزنس تو كاستمر ليه موديل معين ان انت بتعمل كولز كتير 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 كتير. وكل مثلا 1000 كول هتظبط معاك 10. فانت وفي نفس الوقت فدي الطريقه. اما البيزنس تو بيزنس الموضوع مختلف. انت بتمشي جيرني مع الناس اللي بتتكلمهم وبتمشي معاهم خطوات ممكن جدا تقعد سنين في بعض المشاريع الاستراتيجية. وبعد السنين دي ممكن المشروع ما يبقاش ليك فرص فيه كبيره. وهنا بقى يبدا الجزء بتاع الاحترافيه يتطور عند الانسان اللي بيبدا في الشغلانه دي. اللي هو يبدا انت من دي 1 محتاج تكواليفاي. الشغل هيبقى قد ايه فيه احتماليه ان هو يستمر ويبقى في صالحك. ودي بتيجي مع الخبره، بتيجي بشويه كواليفيكيشن كده عشان تعرف اذا كان المشوار ده بنسبه قد ايه هتجين منه بزنس. وحتى لو دايركت او اندايركت او دلوقتي او بعدين، يعني لازم يكون ليك هدف. النهارده بتكلم مع حازم بشتغل معاه عشان هدف ما. الهدف ده ممكن يكون عشان اخد معاه المشروع ده، ممكن يكون علشان انا عايزه يشوفني والفتره الجايه واللي بعديها يشتغلها معايا، وهكذا. او عنده اكتر من مشروع فانا بهايلايت مع واحد والتاني ليه ادفانتج اكتر، بس بحاول اتعرف عليه واقرب منه في الحته دي. وده موضوع مهم عشان بعض الناس تبقى حاسه ان المبيعات دي يعني اختراع. هي مش اختراع، اي حد ممكن يشغلها لو مؤهل نفسه للقصه دي. انت سالتني سؤال ان المهارات ايه اللي احنا محتاجينها في المبيعات علشان تنجح المبيعات. هكمل الحته ديت. بالظبط. من ضمن المهارات المهمه ودي تقريبا فيها اجماع ومعروفه جدا، مهاره الاستماع. يعني انت محتاج علشان تفهم اللي قدامك محتاج ايه. انت ما عليك ان تستمع اكتر حاجه ممكنه. بيغلب علينا كرجال مبيعات الكلام عن المنتج بشكل فيه اسهاب، وده بيقف عائق ما بينك وبين الاستماع. فدايما في تحدي ان انت تستمع، لانك انت محتاج تعرف اللي قدامك بيفكر في ايه علشان تقدر تكلمه في الحته اللي هو عايزك تتكلم فيها. فدي مهاره مهمه جدا. من ضمن المهارات برضو مهمه اداره الوقت. يعني اذا كانت مهمه في اي شغل فهي مهمه اكتر في المبيعات، لان عاده المبيعات مع الشركات بتبقى مشاريع مهمه جدا بالنسبه للشركه اللي انت بتقدم لها السيرفيس. فانت مهم جدا تنظم وقتك ما بين العملاء بتوعك بحيث تركز مع كل حد بالشكل المطلوب في الوقت المطلوب. لو الموضوع ده اتلخبط معاك هتلاقي نفسك واحد مش محتاجك تركز معاه ولا محتاجك تديله وقت دلوقتي، وده بالنسبه له هيبقى نيجاتيف لانك انت هتشغله عن حاجات تانية. وفي المقابل هتلاقي حد محتاجك جدا جنبه ومحتاجك تبقى قاعد معاه ومطول معاه ومركز معاه انت سايبه. فتنظيم الوقت والاولويات في الشغل بتاع المبيعات ده شيء اساسي. اكيد. في حته مهمه ودي في كل المجالات المبيعات مش بس في التكنولوجي، قصه ان انت تحاول على قد ما تقدر ما تاخدش المواضيع بشكل شخصي. اللي قدامك اذا كان مثلا حازم عايز مني مشوره في حاجه وكمل معاه شويه وبعد كده قرر ان هو يوقف المشروع او يشتغل مع حد تاني.
او يشتغل معايا. في كل الاحوال الموضوع مش شخصي، حسب اللي قدامك محتاج ايه فبياخد قرارات، فهو الموضوع مش شخصي. مهم جدا تدرب على القصه دي، لان هي عادة بتبقى صعبه على ناس كتير. بس فدي بصراحة النقطة مينلي دي مهمة أوي الصفات يا عمرو. عدم الشخصنه. بصراحة لأن فعلا أنا بتكلم عن نفسي في الشغل. بيحصل إن أنت بتتعامل مع فيندور. لو أنا في كاستمر سايد، أنا كاستمر، أنا بالنسبة لك كاستمر. فاللي مم. بيحصل ان انت ممكن البروجكتس بتاعت الاي تي زي ما انت عارف طبعا يا عمرو، هي بتاخد وقت كبير جدا في البريبريشن في الاول. ان انت بتبدا تاخد مني ريكوايرمنتس وتعمل ديزاين، وعشان نوصل للريكوايرمنتس كامله بتاخد وقت عشان تقدر اصلا انت ترجع لي بعرض سعر. فبالتالي انا ككاستمر اللي بيهمني المصلحه اللي تخص الشركه اللي انا شغال فيها من الناحيه الفنيه والتقنيه، وبرجع اختار الفندور اللي هيديني الناحيه التقنيه المظبوطه، وكمان الناحيه الماليه اللي هيديني احسن سعر. فبالتالي بعض الناس اللي شغاله في مجال المبيعات زي حضرتك، بعضهم بيوصل لمرحله ان لا ازاي انا تعبت معاك، وبيبدا الموضوع يقلب لشخصنه. فالنقطه بصراحه اللي انت اتكلمت فيها بتاعه عدم الشخصنه فعلا دي نقطه مهمه جدا. لان بعض الزملاء في مجال المبيعات في تقنيه المعلومات بيشخصنوا الموضوع قوي، وبيشوف ان انا بتعامل معاه كشخص. لا، هو الموضوع انا ما بتعاملش معاه كشخص. فدي نقطه هايله جدا يا عمرو بصراحه ان انت اتكلمت فيها يعني. أو شكرا. بس عايز اقول لك على حاجه يا حازم في الحته دي، عشان برضه يبقى زي ما قلت لك، هي شغلانه المبيعات شغلانه صعبه، واوقات كتير بيبقى المشروع اللي انت بتتكلم فيه مع اللي قدامك بيبقى فارق معاه كتير. فبرغم ان انا بهايلايت على القصه دي انها صعبه جدا، يعني صعبه جدا ان انت تنحي شخصيتك، محتاجه تدريب بشكل مستمر. لان هي عاده من كتر ما انت مركز وطمعان في ان الشغل يبقى معاك، فطبيعي جدا بتلاقي فكره الريجكشن دي محتاجه تدريب. ولو ان مفيش مبرر لان هو حد يشخصنها، بس ده بس بقول لك ان انت بتبقى محتاجه تدريب. تمام يا عمرو. طب عمرو، بالنسبه لو حد عايز يدخل في مجال المبيعات الخاص بتكنولوجيا المعلومات، هل الموضوع بيتطلب مهارات استراتيجيه او مهارات قياديه، ولا مش شرط؟ تمام. اللي انا هتكلم فيه ده في كله ليه ليفل للناس البيجنرز، وبيفضل مكمل معاك بشكل طول مسيرتك المهنيه. انت تبقى منظم بشكل مستمر على المدى المتوسط والمدى البعيد، بحيث ان انت تبقى عارف نفسك هتكلم اني سيكتور، هتكلم مع اني كونتاكت، وهتوصل لارقام عامله ازاي من مجموعه ابروتشز. محتاج دايما تبقى منظم بالمنطق ده، وده لازم يكون على المدى البعيد. لان احنا في المبيعات، انا بتكلم في مبيعات الانتربرايزز، بيبقى انت عامل زي ما يكون ايه، واخد واحد في ايدك، ده واحد انت كلمته من شهر وبقى وراك، انت بتسحبه بتمشي هو في ظهرك، وبتفتح قدامك شغل تاني. واللي وراك ده لحد ما يوصل لخط النهايه انت سحبه، واللي قدامك دوت انت بتكلمه وبعد كده تسحبه وراك وتخش. دي بتبقى سايكل انت لازم تبقى مركز فيها. طبعا. من ضمن المهارات المهمه هي فكره القياده. والقياده هنا مش معناها لازم تبقى انت مدير، وكانت بتتكلم مع عميل ومع ناس عندك في التيم، والناس ديت انت اللي بتقول لهم يعملوا ايه. برضو من ضمن الحاجات مدير ليا كان بيعلمها لي، ان البياع ده رئيس مجلس اداره الشركه عند العميل. صح. ليه؟ هو الوحيد اللي شاف، وهو الوحيد اللي له السلطه انه يطلب من الناس تعمل كذا، والناس مطلوب منها تسمع كلامه. طب الموضوع ده يحصل ازاي وانت الشخص ده مش بيريبورت ليك؟ ممكن يبقى رئيس الشركه، باي ذا واي ممكن يبقى اكبر راس في الشركه ويسمع كلامك. ده بيحصل ليه؟ ليه؟ لازم يكون عندك مهارات قياده، ولازم تبقى انت بتتكلم الناس بشكل تحفزهم ان هم يساعدوك وينفذوا الخدمات اللي متوقعها العميل بتاعك. فدي المهاره الثانيه، التفاوض والاقناع. فانت محتاج تعرف مهارات الاقناع، وامتى تتكلم مع اللي قدامك، وتتكلم معاه في ايه بالظبط، وامتى توقف، وامتى توافق، وامتى تعترض، وامتى تقدم سعر تنافسي، وامتى ما تقدمش سعر تنافسي، وازاي ترد على الاعتراضات اللي بتحصل قدامك. دي كلها مهارات تندرج تحت مهارات الاقناع.
كمان التكيف، يعني لازم تبقى بتتحرك كل فتره بشكل متكيف مع السوق. يعني احنا كل فتره بالذات في مصر وفي كل العالم بيحصل متغيرات في السوق كل شويه، فلازم يبقى متكيف. يعني احنا قبل الكورونا غير بعد الكورونا، كلام مختلف خالص. قبل الازمه الاقتصاديه اللي فاتت غير بعدها، الكلام متغير خالص. فمحتاج دايما تبقى متكيف مع الوضع الاقتصادي اللي حاصل. صح. تمام. وبرضه ولازم يبقى عندك رؤيه، السنه دي هتعمل ايه والسنه الجايه هتعمل ايه، عشان في الاخر خالص في هدف بعيد. في لازم رؤيه، بس طبعا في جزء منها بيبقى ليه علاقه برؤيه الشركه والتوب مانجمنت، علشان انت في الاخر بتبقى ميرور ليها. فدي المهارات الاستراتيجيه اللي انا برضه قصدك مطلوبه. ان الرؤيه الخاصه بيك انت كرجل مبيعات لازم تبقى ماتشد او ماشيه او متطابقه مع رؤيه الشركه، السيستم انتجريتور او الفندور اللي حضرتك شغال معاه، صح كده؟ بالظبط بالظبط. يعني ممكن بعض الشركات تبقى عندها رؤيه ان هي تبيع اكتر في السوفت وير في مم. فتره معينه، وبعض الشركات عايزه تبيع اكتر هاردوير، بعض الشركات عايزه تعمل انتشار في سيكتورز معينه، بعض الشركات عايزه احجام ديلز معينه. يعني ممكن جدا في فتره مثلا الشركه ما يبقاش عندها كاش فلو فيه مشكله، فبالتالي يبقى رؤيه الشركه ان انت تعمل ديلز كتيره مش بارقام كبيره قوي. شركه ما عندها حجم استثمار كبير فلازم تحرك الفلوس كلها، فبالتالي هي بتركز على استراتيجيك ديل مع ناس كبيره في شركات كبيره في مشاريع كبيره قوميه، وهكذا. يبقى الشركه مثلا حاطه رؤيه ان هي تقلل التكاليف بدرجه معينه، فانت مم. لازم تتحرك بنفس الطريقه، بس فبتماتش الرؤيه بتاعتك بناء على معطيات المكان اللي انت شغال معاه. تمام. طب يا عمرو، هل انت شايف ان الشخص اللي محتاج يشتغل في مجال المبيعات تحديدا تكنولوجيا المعلومات لازم يبقى عنده قيم اثكس؟ وهل اصلا لازم يبقى عنده علاقات قبل ما يبدأ، ولا موضوع العلاقات ده مش مهم في الاول؟ تمام. احنا في الاول عاملين زي الراجل اللي هو لسه فريش جرادويت، ففي حاجات حتى لو مهمه بس اقدر اشتغل من قبل ما اعملها. فمنها الكونكشنز، واللي هي يعتبر اهم حاجه عند مدير المبيعات، بالرغم ان ممكن ابدا من غيرها. فانت النهارده ممكن حاجه مهمه بس مكتسبه. يعني انا مش معقوله كل الناس اتوقع منهم ان هو يكون خريجي جامعات عامل علاقات مع اولياء امور الطلاب اللي هم صناع القرار في الشركات بتاعتهم. مش الناس كلها كده. فبالتالي انت الكونكشنز عشان تعملها لازم تبدا تشتغل عليها. فبالتالي هي شيء مهم، لكن هو ممكن نبدا من قبل ما يكون موجود. وفي الاخر خالص في اي مجال هي الكونكشن فاليو عند رجل مبيعات وغير رجل مبيعات، لان هي في الاخر خالص اغلب الديلز بتتم بالكونكشن المباشره مع معارفك جوه المجال. من ضمن القيم المهمه فكره التعليم المستمر. وبرضو انا كل طول ما انا بتكلم بحس ان الحاجات دي مش بس في رجال مبيعات، كل انسان لازم يكون عنده مهاره البيع. انت عشان تتكلم مع مديرك محتاج تبيع له الفكره، صح. تتكلم عشان تتكلم مع عيالك محتاج تبيع لهم الكونسبت، عشان تتكلم مع زمايلك وهكذا. ففكره البيع دي مش بس مرتبطه يعني برجال البيع، لا دي فكره مهمه جدا مع أي حد. اكيد طبعا. تمام. من ضمن الحاجات المهمه التعلم المستمر. انت محتاج تتعلم كل الادوات، زي ما انا بقول للناس اللي غير البياعين اتعلم مهارات البيع علشان هتحتاجها. نفس الكلام البياع محتاج يتعلم حاجات كتير قوي علشان يعرف يكوب مع الناس التانية. مع التقدم البياع في البروسيس، ان هو يتعلم مهارات محاسبيه، ان هو يتعلم مهارات هندسيه، يتعلم سكيلز. فدايما يتعلم، لان ده كله بيبقى عباره عن حاجات بتساعده في ان هو يمشي طريقه بشكل صحيح. اكيد طبعا. نجي بقى الحاجه المريره في الشغل بتاع المبيعات، فكره الصبر. اه. ان انت بيبقى اوقات كتير قوي، عارف انت الرسمه بتاع واحد بيقعد يحفر قبل ما يلاقي الماسه على طول بيلف ويرجع. ايوه. هو كده انت ممكن جدا يكون الكليكايه الاخيره دي هي اللي خلصت لك الدنيا. فمحتاج صبر ونفس طويل، وتأهل نفسك كده كويس جدا جدا. وده هيسمع معاك في كل حاجه احنا قلناها، لانك انت التعليم عايز صبر، الانصات عايز صبر، المتابعه عايزه صبر. فالصبر جزء مهم جدا في كل بروسيس، اكيد. لا سيما البيع. ومن ضمن الحاجات المهمه برضو فكره الانصات النشيط او الاكتف listening.
بمعنى ايه؟ ان انا بسمعك بس بتفاعل. مثلا أنا حد بيقول لي ان انا محتاجين نعمل مثلا رينوفيشن لداتا سنتر عندنا، فهيبدا يقول لي ايه الكومبوننتس الموجوده، وايه الريسورسز اللي عاوزها بعد كده، وايه التكنولوجي اللي هيستخدمها جوه الداتا سنتر. فالمفروض مش بس بستمع، بتفاعل معاه، بمعنى ان انا ابدا اعيد الكلام عشان اتاكد ان هو فاهمني، وكمان اساله سؤال في صلب التوبيك اللي هو بيكلمني فيه، علشان هنا مش بس بقى مستمع، بقيت مستمع متفاعل. عشان تقدم له وحاجه حلول جديده. بالظبط، اصل ده ممكن اكون مستمع باسف، لو انا قاعد بستمع ليه كده. وده نوع من الانصات كويس مطلوب بعض الاوقات، خصوصا لو اللي قدامك متضايق، اللي هو تبقى انت باسف مثلا، انت قاعد بتسمع لحد ما هو يفرغ الشحن، تبدا تبقى اكتف وانس ان تحس انه دي، فده موضوع تاني. لكن طول ما اللي قدامك في حالته الطبيعيه، فانت محتاج تسمعه بتفاعل. اوكي. ومن ضمن على فكره التفاعل ان تحاول تحاكي البادي لانجوج بتاعته. يعني ايه؟ هو قاعد بشكل معين، حاول تقعد زيه، بيتكلم باسلوب، حاول تحاول تماتش معاه، بحيث ان هو الاستماع يبقى فعال اكتر. ومن ضمن الحاجات برضو المهمه ان انت محتاج في المبيعات ان انت توري القيمه. ليه يا حازم انت هتشتري المنتج ده؟ ايه اللي هتستفاد منه؟ يعني انت النهارده راكب عربيه، انا بقول لك خد عربيه مختلفه. طب انت هتستفاد ايه؟ ان انت هتوصل مشاويرك اسرع، هتركز في السواقه اكتر، هتامن عيلتك، صيانتك هتقل، الايمج بتاعتك هتبقى افضل. لازم ابين الفيتشر دي بترفلكت عليك كفاليو ايه. فدي حته مهمه جدا، انا مش بسمع لك فيتشرز، انا بحاول اقول لك ايه الفاليو اللي هترفلكت عليك لما تستخدم القصه دي. وبرده من ضمن الحاجات المهمه جدا ان انت فكره بقى السبورت والافتر سيل سبورت، وان انت مش معنى ان انت بعت بيعه ان انت كده خلاص كده السلام عليكم، لا. انت محتاج تتكلم مع الناس وتتابعهم، ولو في اي تشالنج حصل لهم، سواء انت السبب او حد تاني هو السبب، في كل الاحوال لازم تبقى ايجابي، ولازم تساعده، ولازم يحس دوت كمان ان انت تعملها له بنفس الروح واللي انت كنت شغال فيها قبل ما تشتغل العمليه. لان بعد اوقات كتير قوي الناس بعد مجرد ما تبيع البيعه تلاقي نفسها سابت الناس وراحت على واحد جديد، وتجاهل تماما الشخص اللي باع له في الاول ده. تمام. من ضمن المهارات برضو الاستراتيجيه ان انت مهارات التقدير، بمعنى ان انت تحاول تكتسب دايما مهاره ان انت تبين تقديرك للي قدامك. للي قدامك عنده فيجن وفاهم، وان هو مقدر، وان هو كلامه معتبر جدا. ده على مستوى العميل وعلى مستوى الزمايل والسبلايرز بتوعك والفندور. مهم جدا تبين ابريشيشن، تشكر الناس، تبين لهم ان هم ساعدوك. وفي نفس الوقت كمان العميل لما يديك مشروع، مهم جدا تبين له ابريشيشن، انت سعيد جدا ان هو اختارك في المشروع ده. فالابريشيشن او التقدير جزء مهم جدا في المهارات الاستراتيجيه عند اي بياع. الحاجه المهمه برضو يا حازم فكره التحمل المسؤوليه. في مجال المبيعات اسهل حاجه ان احنا كبياعين نهرب من المسؤوليه، لان احنا في الاخر مش صناع قرار، وفي عوامل كتيره بتخش في عمليه النجاح او الفشل في شغلنا. اوكي. فبالتالي عادة بنميل بشكل بشري ان احنا نبرر ان احنا اصل العميل مش معاه فلوس، اصل العميل ليه مصلحة شخصية، اصل العميل ضحك علينا، اصل السوق وحش، اصل شركتنا كبيرة والعميل مش كبير، او شركتنا صغيرة والعميل كبير، اصل انا صغير وهو ما بيحبش الكلام الصغير. عندك مليون مبرر، وكلهم مبررات حقيقية واكسبتابل، وفعلا بتؤدي الى ان الديل ما يكملش. ولكن من مواصفات رجل المبيعات ان هو يتحمل المسؤوليه، بمعنى ان العميل ده رفض علشان انا ما فهمتوش كويس، محتاج اشتغل شويه على نفسي. العميل ده رفض علشان عرضت له منتج اغلى من اللي هو عايزه. العميل ده رفض عشان عرضت له منتج اقل من اللي هو عايزه. العميل ما اشتغلش معانا عشان خاطر هو بقى عنده اولويات تانية، فانا محتاج استنى واتابع معاه. العميل ما اشتغلش وانا ما عملتش باك اب بلان ان انا افتح مشاريع تانية مع ناس تانية، بحيث ان الاحتمال ده لو حصل اقدر تبي كفر. فدايما مسؤوليه التارجت والارقام هي مسؤوليه بتقع على عاتق مدير المبيعات بشكل مباشر،
والمدير المعبد الشاطر محتاج دايما يتكلم بالصيغه دي، ودي بتزود الكريديبيليتي بتاعته مع زمايله، ان هم بيتاكدوا ان الراجل ده مسؤول، وبيفضلوا مكملين معاه وبيعمل اللي هو عايزه بعد كده. تمام. فدي نقطه مهمه. من ضمن الحاجات التانيه المهمه الثقافه، وهنا بتكلم ان ما ينفعش مدير المبيعات تحديدا يبقى مغيب عن الواقع، ما يبقاش عنده ثقافه عامه، ما يقدرش يبقى عنده بعض المبادئ في الهندسه، في الطب، في السوشيال ميديا، في الجامعات والمناهج التعليميه، في العلاقات الشخصيه والسوفت سكيلز. ليه؟ لاني في الاخر لما انت بتتكلم مع حد انت بتكومينيكيت مع كلتشر ليها صفات معينه، فبالتالي انت محتاج تكوب علشان تبدا تماتش الكلام مع اللي قدامك. تمام. فما ينفعش مثلا اكلم حازم، حازم يكون ساكن مثلا في المنصوره، وانا ما اعرفش اي حاجه عن المنصوره، محتاج اعرف شويه عن المنصوره. انا عارف انت مش ساكن في المنصوره بس بضرب اكزامبل. مثلا ما ينفعش يكون حازم راجل مهندس خريج هندسه، وانا مش عارف المهندسين بيفكروا ازاي او الكوميونتي بتاعتهم بتتكلم مع بعض ازاي. ما ينفعش ان هو يكون حازم مهتم بمجال معين زي العربيات او الموبايلات، وانا صفر فيه. مش بقول تبقى اكسبرت، بس تبقى مثقف. لما هو يتكلم تنور معاك الموضوع، ما يبقاش انت مش فاهم حاجه. وشيء للاسف يعني بيبقى نيجاتيف شويه، ان انت محتاج تتابع السوشيال ميديا بشكل كبير، برغم ان هو ليه جوانب مظلمه، ولكن انت محتاج تبقى عارف ايه اللي بيدور، وايه الترند الفتره دي، وايه الناس اللي رايحه له. الترند مش معناه بس، عشان بعض الناس بتحط الترند في حته ان انت بتتابع المغني ولا الممثل او الناس المشهوره في مجالات، او حتى الشخصيات العامه بس، او سياسه بس، او كوره بس. لا، في كل مجال باي ذا واي في ترند، يعني عاده في نمط في كل مجال الناس ماشيه وراه في الوقت ده، فانت محتاج تكوب عليه، حتى لو مش هو اللي بيتنفذ، ان هو ده المدخل بتاعك ان انت تتكلم، وان انت تبدا تقول قد ايه هو كويس نستخدمه او نبعد عنه بشكل معين، وهكذا. تمام. يعني انت نقول فدي بشكل عام. مقصود بالثقافه، يعني على سبيل المثال لو انت مثلا بتبيع سيستم خاص بيعمل اوتوميشن لبروسيس في مستشفى، فانت لازم تبقى عندك شويه ثقافه ومعلومات عن ايه البروسيس اللي بتحصل في المستشفى مثلا على سبيل المثال، وايه الترند اللي بتتجه له المستشفيات في اداره مثلا العمليات او المرضى او خلافه. ده المقصود بالنقطه اللي هي بتاعت الثقافه. بالظبط، انت جيت في حته لسه حاصل لي فيها اكسبيرينس في موضوع الهيلث. طبعا انت عارف ان سو فار الترند مرتبط بقى بشكل او باخر بالارتفيشال انتليجنس، يعني اكيد طبعا. عاده ده الناس بتتكلم فيه في كل حته. فالنهارده في مجال الهيلث انت بتستخدم الكمبيوتنج في ايه؟ في ان انت، او الاوتوميشن، في ان انت ازاي التكنولوجي تخلي الدكتور بيعمل بكليك واحده يسكان مثلا فور اكزامبل اشعه، والاشعه دي بشكل اوتوميتد بتخش على سوفت وير. السوفت وير عن طريق الاي اي بتعمل اناليتكس على الصوره، وتبدا تطلع الميديسن فور اكزامبل. دي حصلت بالفعل من قريب معايا، وكنت على درايه من الموضوع ده مع الاكسبرت اللي انا بكلمه، فكانت القعده ريتشي. لان انت النهارده لو تعرف يا حازم في مجال الهيلث بالذات في تطوير كبير جدا يستخدم الاي اي. اكزامبل مثلا انسان يخش يعمل اشعه على كانسر لا قدر الله، الله يصلح فيها يعني، الاكسبرت بيشوف حجمه ويتعامل معاه ازاي والدواء ايه وبتاع. طب اما الاي اي في لحظه واحده بيعرف ايه ده وما هو موجود ولا لا، وحجمه ايه، والميديسين المطلوب ايه. اه مش هناخد قرارات عليه، ولكن ده ريفرنس علشان يماتش مع الاكسبرت اللي هيشخص الحاله. ففي حاجات حيويه كبيره جدا التكنولوجي بتخدم فيها، عشان بس في الهيلث او في الهوسبيتاليتي او في الامن. طبعا انا عايز اقول لك الفتره اللي فاتت مثلا من ضمن الامثله اللي شبه كده موضوع الامن القومي. مصر اه. بقى لها مثلا والعالم كله، يعني مش مصر بس، بقى لنا مثلا 10 سنين يمكن 15 سنه كمان، من اولويات الكلام في التكنولوجي فيزيكال سيكيورتي
والسايبر سيكيورتي. هتلاقي ايه الحتتين دول الفتره اللي فاتت قبل الاي كانوا اكتر حاجه منوره. ازاي تامن الاماكن، وازاي تامنها بشكل سمارت، وتستخدم التكنولوجي بان هي تحوش عنك مصايب كبيره جدا امنيا للدوله وللمؤسسه. وكمان من ناحيه بقى السايبر والداتا، ازاي ما تحطش نفسك في موقف بسبب ان انت ما عندكش بروتكشن على الداتا. وانت طبعا استاذنا في الحته دي بالذات. آه، فده مهم جدا. تمام. طب عمرو، من وجهة نظرك ازاي رجل المبيعات في مجال تقنية المعلومات يقدر يقيم معلوماته ومهاراته وكمان شغله؟ في من ناحيه، ودي يعني بتديبند على السيستم بتاع الشركه اللي هي الكي بي ايز، وانت مطلوب منك توصل ارقام عامله ازاي، بمارجن عامل ازاي، في فتره عامل ازاي، والميكس اللي هتبيعه بشكل عامل ازاي. ولكن انا بتكلمك دلوقتي على بشكل شخصي، انت محتاج تراقب البرفورمانس بتاعك. ففي الحاله دي اسينشال ان يبقى عندك سي ار ام ابلكيشن بتشتغل عليه. السي ار ام بيخليك بتتابع الشغل اللي انت بتعمله بشكل صحيح وبشكل دوري وبمعلومات كامله، وبيطلع لك اناليتكس وريبورتات، وكمان لو عندك تيم بتقدر تشوف البرفورمانس بتاعه عامله ازاي. السي ار ام اللي مش عارفني ده الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت، دي الاداه اللي بتدير العلاقه مع العملاء. فدي حته مهمه جدا عشان تقييم ومتابعه العملاء. بنصح فيها بقوه جدا اي حد مش شغال على سي ار ام محتاج انه يشتغل على سي ار ام. بالنسبة، طب اتابع بقى واقيم الاوبورتيونيتيز او الشغل اللي مفتوح في الماركت، او الشغل اللي معايا في ايدي، او شغل اقدر ابدا فيه، يعني اقدر اجيب كاستمرز او كده. هل المتابعة مهمة؟ او تقدر تكلمنا وتفيدنا في ايه في موضوع المتابعة وتقييم الاوبورتيونيتيز يعني؟ لو انت كده قصدك بقى ايه على تقييم الاوبورتيونيتي مش ادائك. بالظبط. تقييم الاوبورتيونيتي ده برضه ده جزء على فكره من سي ار ام. النهارده انا لما حد بيكلمني علشان بيفكر يعمل مشروع، ده في عالم السيلز اسمه ليد. ده الستيج، نوع من التقييم او التصنيف. ده اسمه ليد، يعني ايه؟ فرصه لمشروع محتمل. تمام. دلوقتي لما انا ببدا اتكلم في المشروع ويبدو لي ان هو حاجه جديه وبصدد تنفيذها، ده اسمه كواليفايد ديل. يعني انا دلوقتي دي حاجه موجوده فعلا، ده مشروع الناس هتنفذه، مش مجرد فكره مشروع. وبتمشي في المراحل لحد ما انت بتبروبوز وتنوجيشيت. طيب هنا بقى هيجي حته الفولو اب. التطور من مرحله لمرحله ده بيحتاج فولو اب. فهو انت هتعرف ازاي ان الليد دي اصبحت كواليفايد غير من ان انت بتفولو اب وبتكواليفاي طول الوقت. طيب ممكن جدا دي كان كواليفايد بالفولو اب يصبح مش كواليفايد فيرجع درجه. ممكن بالفولو اب يصبح انه محتاجين في بروبوزل، فانت كده تقدم خطوه. طيب ده لو هنهتم بيه بشكل معين محتاجين نهتم 10 اضعاف بعد البروبوزنج. كتير من الاطروحات والنظريات بتتكلم ان القفل الديل عاده بيبقى بعد 7 فولو اب من بعد البروبوزل. بعد تاني مره تالت مره ببدا افترض ان الموضوع مش فاليد، او الراجل مش عايزني، او الموضوع انتهى. وده مش حقيقي. انت محتاج تتابع 7 مرات. والمتابعه هنا محتاجه تبقى سمارت صفار، ان انا بتابع بايه؟ بالمكالمه. يعني فور اكزامبل يا حازم، يا مهندس حازم، حضرتك خدت مني البروبوزل، عملت فيه ايه؟ احنا بندرسه يا عمرو. فطب يا مهندس حازم، انت شايف ممكن تاخد وقت قد ايه في الدراسه؟ يقول لك اسبوعين. فتقول له هفولو اب ان شاء الله معاك بعد اسبوعين. كده انت خدت التايمنج وعملت فولو اب منطقي. مش الفولو اب ان انت بعد كل صلاه هتسلم عليه وتقول له اخبار الدنيا ايه. لازم يبقى فيه منطق في الفولو اب، ما يبقاش زن نيجاتيف وخلاص. بس. تمام. وبالطريقه دي من اهم العوامل اللي بتنجح الشغل. طيب عمرو. انت كده كشفت قدامك، كشفت نفسي قدامك يا حازم في الشغل بتاعك. طبعا. طيب انت شايف تنصح بايه الشباب الخريجين الجداد لو حابين يدخلوا مجال المبيعات في تحديدا في مجال تقنية المعلومات؟ تحب تنصحهم بايه يا عمرو؟ دول الناس البيجنرز، او الناس اللي هي يعني ناوي تخش في المجال ده. خريج لسه اول متخرج من حاجه انصحه، الجامعة وعايز يدخل المجال ده.
اول حاجه انصحه يسمع البودكاست ده رقم واحد اكيد. اكتر من مره. اكيد. الحاجات المهمه اللي هو يبدا يشتغل عليها، ان هو مهم جدا يفهم ايه الجمهور المستهدف، انت هتبيع لمين. في علم التسويق في حاجه اسمها بيرسونا. البيرسونا اللي هو انت تسمي الشخص اللي هتبيع له او اللي هتسوق له. فانا هكلم رجل خريج كوميونيكيشن او انفورميشن تكنولوجي، وعايش في مصر، سنه من 25 لحد ال 55 مثلا، بيشتغل في القاهره، واخد تايتل في الشغل بتاعه اي تي. كده انت طول ما انت ماشي خيالك بيكلم الشخصيه دي. فمهم جدا تبقى انت بتستهدف الجمهور المظبوط. برضو ان التعليم المستمر اذا كان مطلوب في كل المراحل في حياه البني ادم، هو مطلوب بعنف للراجل اللي هيبدا، سبيشال انه عاده بيبقى غير مثقل بمهام وميراث للشغل قديم، فهو بيبقى فريش، فهو عنده فرصه كبيره قوي ان هو يتعلم. فمهم جدا ينتهز الفرصه دي، ان هو يبقى عنده نهم في التعليم، في ان هو يتعلم كل يوم حاجه، ويبدا من اللحظه اللي هو خد فيها القرار ده يعمل علاقات. طول ما هو ماشي يحاول يتعرف على ناس، يسمع منهم، يحاول يشوف يماتش مع الناس اللي ليهم علاقه بالمجال ده، بحيث ان هو يبدا يعمل شبكه العلاقات اللي هتساعده في الشغل بتاعه. كمان حاجه، ودي بقى يعني من المفارقات، اللي هو زي على زي المثل اللي بيقول لك باب النجار مخلع. كتير قوي من الرجال التكنولوجي مش بيستخدموا التكنولوجي بالشكل المطلوب. فتفاجأ ان ايه، ان كتير من رجال التكنولوجي ما عندوش ادوات اي بيستخدمها، ما عندهوش سي ار ام بيستخدمه، ما عندهوش تايبنج على الوورد والاكسل والتكنيكس جوه الوورد واكسل بشكل كافي. فمهم جدا استخدام التكنولوجي، والاهم حاجه فيهم هو السي ار ام. كان محتاج ثم عادي يتدرب، يعني ايه يقدر يحضر كورسات وياخد سيرتيفيكت، ويشوف ناس بتدي محاضرات في المعلومات. لان انت لما بتتعلم اللي انت ممكن تعرفه 10 سنين انت بتعرفه في ساعه او اتنين بس من حد متخصص او من منهج معتمد. فدي حته مهمه. وبس طول ما انت قاعد بقى تحلل وتتابع اللي انت عملته، تحلل وتتابع اللي انت عملته وهكذا. وحاجات بقى بره البوكس، الحته دي مهمه جدا. تحاول تدور على مدير جيد، ان القصه ديت هي اللي هتخليك. ودايما كده انا بمثلها بمسلسل عبد الغفور البرعي، انت محتاج معلم ياخد بايدك ويساعدك، وده المدير اللي هو يا رب يبقى من نصيبك لما تبدا الشغل. اكيد طبعا. يا عمرو بجد انا مش عارف اقول لك ايه. انا متشكر جدا 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 على قبولك ان انت تحضر معانا حلقة النهارده اللي استعرضنا فيها المهارات الأساسية اللي بيحتاجها رجل مبيعات في مجال تكنولوجيا المعلومات. فبجد شكرا ليك يا عمرو على المعلومات القيمة دي بجد. شكرا حازم على الاستضافه، ويا رب تكون الحلقه مفيده للمستمعين اللي بيسمعونا، ودايما يا رب من نجاح لنجاح، وان شاء الله اشوفك مره ثانيه قريب. إن شاء الله شكرا بإذن حازم. الله. إن شاء الله. وبندعوكم وبندعو كل السادة المستمعين إن هم يشاركونا آرائهم وأسئلتهم حول الموضوع. تقدروا تواصلوا مع الأستاذ عمرو جمال عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أنا هسيب لكم كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالأستاذ عمرو. وكمان الأستاذ عمرو زي ما قلنا قبل كده هو صانع محتوى، وعنده قناة على اليوتيوب ليها فيديوهات كتيرة خاصة بمجال تقنية المعلومات. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، وانتظرونا في حلقة جديدة مع ضيف جديد. كان معكم حازم محمد من اي تي سيس ادمن ايجيبت بالعربي بودكاست. شكرا لكم وشكرا للسادة المستمعين وشكرا ليك يا عمرو. شكرا حازم، ويعني يومك سعيد.